السلام عليكم حبايب قلبي، اخبار حضراتكم ايه؟ يا رب يا غاليين تكونوا بالف خير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الكشري المصري بتاعنا بالتكات الحلوه بتاعتنا كده، والدقه الحلوه بتاعته هيعجب حضراتكم باذن الله. هسمي بسم الله واقول لحضراتكم المقادير اللي عندي ايه. انا عندي هنا مكرونه اسباجيتي، ده نص كيلو، وجايبه نص كيلو كمان مكرونه الحجم ده. لو عايزين برضو بتبقى فيه ملولوه بسيط كده برضو بتبقى حلوه قوي. كمان عندي الطماطم بتاعتي انا ضربتها بس في الخلاط، وعندي البصل بتاعي انا جبته قطعته حلق، كل ما هنالك بس حطيت له معلقتين دقيق، بدرته كده بالدقيق، اتفقنا كده؟ عشان لما احطه في الزيت ما يشربش مني زيت كتير، وفي نفس الوقت يبقى مقرمش، بيبقى طعمه احلى يعني. عندي طماطمايه هنا ومقطعه عليها قرن فلفل، دي اللي هعملها باذن الله للشتيته بتاعتي. وعندي البصلايه الصغيره ديت هعمل بيها الطماطم باذن الله. البهارات بقى اللي هحطها على الطماطم، تسبيكه الطماطم يعني. عندي معلقه سكر، معلقه كزبره، معلقه توم باودر، وعندي هنا ده بالظبط واحده ماجي بس انا فرقتها كده، وعندي نص معلقه فلفل اسمر، وعندي معلقه كمون، وعندي نص معلقه ملح، عشان طبعا انا عندي هنا ايه ماجي. الشطيطه بقى اللي هعملها انا عندي هنا الشطه اهي، بس انا هحط مع الشطه توم باودر. لما هنيجي باذن الله هنعملها مع بعض، هنقول احنا هنعملها ازاي، اتفقنا كده؟ وانا كمان عملت طبعا قبل تصوير الحلقه عشان الوقت، انا عملت شويه حمص الشام اوريهم لحضراتكم. انا مش عامله كميه كتيره، انا عامله شويه صغيرين كده، بس باذن الله بعد كده هقول لحضراتكم احنا بنعمله ازاي. انا بحب حمص الشام قوي مع الكشري بتاعنا. هنسمي بسم الله بقى. طبعا انا عندي، أنا نسيت اقول لكم، انا عندي العدس بجبه بس انا غسلاه وحطاه في المصفى بيتصفى، والرز بتاعي برده غسلاه وحطاه في المصفى بصفيه. هنبدا بقى ونسمي بسم الله، وهنعمل كل حاجه في وقت واحد. هنروح دلوقتي على البوتاجاز، كله هنعمله في وقت واحد باذن الله. الكشري مش هياخد مننا وقت خالص. يلا نسمي بسم الله ونروح على البوتاجاز بتاعنا ونشوف يا غاليين هنعمل ايه. كده جينا باذن الله بقى عشان هنشوف مع بعض يا غاليين هنعمل ايه. انا حاطه هنا حبايبي الحله اهي، حاطه في قلبها ميه عشان اسلق المكرونه، وحاطه هنا كمان الميه بتاعتي اهي، وهبدا احط في قلبيها العدس الجبه باذن الله. انا قلت لحضراتكم ان انا غسلاه، انا غسلاه ومصفياه. هسمي بقى بسم الله واحطه كده في الحله بتاعتي، وهغطي. طبعا مش هحط له، احنا ما بنحطلوش اي حاجه، هغطي بس الحله بتاعتي اهو. هسمي بسم الله كده واغطي الحله بتاعتي، هسيبها مواربه حاجه بسيطه. والميه بتاعت المكرونه اول ما تغلي هنحط فيها المكرونه. طب هنا الطاسه بتاعتنا هولع عليها النار دلوقتي، احمر في قلبها البصلايه، وانا هعمل هنا مع بعض كده على طول باذن الله. هنعمل الصلصه وهنعمل الرز، حاجتنا كده مره واحده اهو. بصوا يا غاليين، هسمي بسم الله كده واولع بقى البوتاجاز بتاعنا اهو على العينين الاتنين. نشتغل بقى كده الاتنين مع بعض. نجيب لكم كده بس عشان نظبط دنيتنا اهو. انا ولعت هنا وولعت هنا. هبدا بقى احط الزيت بتاعي هنا للرز اهو، حلو قوي. واحط بين هنا باذن الله كده للصلصه بتاعتي. نعمل كده كله في وقت واحد باذن الله، ننجز يعني. وانا كده كمان يا غاليين ولعت اهو على الزيت بتاع البصل، يبقى انا عملت كله في وقت واحد. حطيت هنا العدس بجبه، وحطيت الناحيه التانية المكرونه، الميه بتاعت المكرونه تغلي باذن الله، ونحط المكرونه. وهنا باذن الله مع بعض هنحمر البصلايه بتاعتنا، وهنعمل الرز، وهنعمل الصلصه. اتفقنا كده يا غاليين؟ وانا طبعا عملت حمص الشام. هيبقى فاضل لنا بقى ايه؟ هنعمل الشطيطه ونعمل الخل بتاعنا. اتفقنا كده؟ يلا نسمي بسم الله بقى ونقول هنعمل ايه مع بعض. جميل. الزيت بتاعي كده خلاص سخن، هبدا بقى انا احط الرز بتاعنا واقلب فيه كده اهو. انا بحب اعمل الرز بتاع الكشري رز ابيض، بس لازم ياخد تقليبتين شويه كده في الزيت، كده بيديله طعم احلى يعني، حلو يعني. مش نحطه ونروح ساقيين الميه او الشوربه على طول. واحط هنا البصلايه الحلوه بتاعتي، وهتابع كله بقى في وقت واحد. اتفقنا كده يعني. احمر اهو، اقلب الرز بتاعنا كمان، احمر البصلايه وانا واقفه كده. ايه رايكم كده؟ مش كده عملنا كله في وقت واحد؟ بصوا حبايبي، اقلب برده الرز بتاعنا التقليبه الحلوه، وعيني على الميه بتاعت المكرونه لو غليت
وانا واقفه برضو اقلب البصلايه الحلوه بتاعتنا دي. ايه رايكم بقى كده لما نعمل كله في وقت واحد والزيت بتاعنا لسه ما سخنش؟ لا لسه. شويه الدقيق لما بنحطهم للبصل بتخليه مقرمش، بيبقى احلى كتير عن ما بنحط. بياخد وقت مننا طويل قوي من غير الدقيق، بياخد وقت طويل قوي في الزيت عقبال ما بيحمر. وبيني وبينكم يعني بناخد زيت كتير. طب وعلى ايه؟ ما كده اوفر. بصوا حبايب قلبي، نحط هنا بقى كده الملح بتاعنا، اظبط الرز بتاعنا، وفي نفس الوقت الزيت كده ما شاء الله خلاص سخن كده وقلح. ابدا بقى احط البصل بتاعي اهو، هقلبه بس تقليبه كده واسيبه بقى مع نفسه. والرز بتاعنا كده لازمني قلبته تقليبه حلوه، وحطيت الملح بتاعي، واتابع البصلايه بتاعتي الحلوه دي، وابدا بقى احط هنا الميه للرز بتاعنا. عايزين رز مفرفر كده اهو، حلو قوي الميه بتاعته كده. بصوا حبايبي كده الرز بتاعنا حلو قوي. اغطي بقى الرز بتاعنا واسيبه، واجي بقى للبصلايه الحلوه بتاعتنا دي، واحط كل البهارات دي اللي احنا اتفقنا عليها اهي، اللي انا قلت لحضراتكم عليها كلها كده هحطها، وادي بقى تقليبه حلوه كده. امسك بس كده عشان كل البهارات دي تخش في البصلايه الحلوه بتاعتنا دي. وبعد كده اروح حاطه ايه، مش هنتظر عليها كتير، احط الطماطم بتاعتنا. بس كده. ايه رايكم بقى كده الصلصه بتاعتنا؟ وعلى طول اروح مغطياها بتاعنا. بصوا ما شاء الله. هشوف بقى الميه كده للمكرونه اخبارها ايه. الميه بتاعتنا لسه ما غليتش، اعلي عليها شويه كده، وابدا اقلب الايه البصلايه بتاعتنا. وكده هبدا بقى اقلب البصلايه بتاعتنا. بصوا انكمرت ازاي اهي، انكمرت كده اروح حاطه عليها بقيه البصل الباقي. بصوا يا غاليين، مش هتطرى ولا حاجه، بالعكس شايفين كميه البصل وكميه الزيت قليله ازاي، بس مش هتطرى ولا اي حاجه. ليه؟ لان انا اديت تشويحه بسيطه للبصل اللي قبليها. فباذن الله مع ده كده هنقلبها مع بعض اهي. هاخد بقى كده، ايه رايكم كده؟ اول ما الرز يغلي هروح موطيه عليه على طول. وايه رايكم كده؟ والله حاجه حلوه كده ان احنا نخلص كله في وقت واحد. عارفين يا غاليين، طول ما احنا يعني قبل ما نيجي نطبخ كل ما نحضر حاجتنا، نوضبها، نعصر الطماطم بتاعتنا، نظبط حالنا، اول ما تيجي تعملها تبص تلاقي الحاجه على طول على طول هتنجزي. بصوا الطماطم بتاعتنا انا سايباها كده مع نفسيها. الرز بس اقلبه عشان ايه، عايزه بقى ابدا اوطي عليه. اوطي عليه وانقله بقى على العين دي، واعكس اخد العين بتاعت الصلصه احطها الناحيه الثانيه. والعدس الجبه طبعا بتاعنا هو لسه يعني ما استواش. الميه هتغلي بقى، هحط المكرونه وارجع لكم يا غاليين عشان ما اطولش عليكم ويكون البصل بتاعنا احمر شويه. بصوا حبايب قلبي، انا جيت بس ايه اقول لحضراتكم ان الميه غليت بتاعت المكرونه اهي. اقول لكم بس انا هحط عليها ايه. انا هحط عليها بس، هحط بس كده نص، هحط يا غاليين نص معلقه ملح، وحط شويه زيت صغيرين. يعني انا عندي نوعين من المكرونه، فايه شويه الزيت عشان ايه ما يمسكوش في بعض. لان انا عندي كده هنا مكرونه سباكيتي اهي. هقلبها بس كده، افكها من بعضيها الاول كده اهي، فكه كده بسيطه كده من بعضيها قبل ما احط بقى الايه المكرونه التانيه، واحط عليها نوع المكرونه التاني. فشويه الزيت الصغيرين دول عشان ايه المكرونه كده ما تمسكش ببعضيها، مع ان هي نوعها حلو بس برضو يعني افضل. وكل دقيقتين كده اقلبها تقليبه كده عشان افك الاسباجيتي دي، مش عايزاها تمسك في بعض. خلاص كده حبايب قلبي اهو. حبايب قلبي واخواتي الغاليين، احنا كده خلصنا باذن الله. ايه رايكم كله في وقت واحد؟ ادي المكرونه بتاعتنا
انا صفيتها، وطبعا مش انا ما بحبش اسلقها قوي. حطيت بس بعد ما صفيتها معلقتين زيت ونص معلقه ملح، سخنوا رحت حاطه عليها المكرونه، وطيت حاجه بسيطه قوي ورحت طافيه، يعني ما بسيبهاش على البوتاجاز. وادي الصلصه بتاعتنا يا حبايبي، انا عايزه اوريها لكم تسبيكتها حلوه قوي كده. عملنا كمان هنا الرز وطفيت عليه، بصوا كله سخونيه واحده. وانا هنا عملت العدس بجبه، صفيته بس وحطيت عليه مطرح التحمير بتاع البصل، خدت منه معلقه كده وحطيت عليه، ما حطيتش ملح وما حطيتش اي حاجه تاني. هنا انا حطيت شويه زيت اهم قدحوا، هحاول اخد الفلفلايه كده. وبصوا ولو انا حطيت معاه طماطميه مش مشكله، او انا هحطهم كلهم معايا لان انا مش عايزه الفلفلايه تحمر. فانا هقلبها تقلبتين كده. عايزاه بس تنكمر معايا حاجه بسيطه. هحط لها انا هنا بقى ملح بسيط قوي، والشطه بتاعتنا. حط كمان معلقه توم باودر بس، وهقلب بقى الخليط بتاعنا ده كده. وهحط ربع معلقه سكر صغننه كده، عشان انا حاطه اكيد في الطماطم، لان انا هحط من الطماطم او من الصلصه اللي انا عاملاها اهي. حلوه قوي كده. احط لها كده شويه صلصه من اللي انا عاملاها اهي، احلى شويه شطيطه باذن الله. ايه رايكم بقى في الجو؟ الطماطم بتاعتها دي بتبقى حلوه قوي قوي كده. بقى غاليين نعمل مع بعض الدقه بتاعتنا. انا حطيت الطماطم على الناحيه التانيه وكده هطفي عليها وهوريها لكم. هحط هنا بقى، هنا هنحط حته تومه حلوه، لان احنا عاملين الدقه بتاعتنا لازم يبقى فيها توم. انا هحط حته التومه الحلوه بتاعتنا دي، معلقه كمون اهي صغيره مش كبيره يعني، بس اقلبها بقى التقليبه الحلوه دي اهو. عايزه امسك بس كده، وعايزه اوريكم الصلصه. بصوا الصلصه بتاعتنا، ريحه الشطه صعب. بصوا يا غاليين، وانا بحب بقى فيها حته الطماطم كده. ايه رايكم بقى في الشطه بتاعتنا او الشطيطه بتاعتنا الحلوه دي؟ اغطيها بقى كده ونعمل مع بعض الدقه بقى بتاعتنا. عندي انا هنا بقيت نص قالب الماجي اللي انا حطيته على الشطيطه بتاعتنا، وهحط برده شويه ملح صغنونين خالص، حاجه يعني بصوا يعني، ولو مش عايزين بصوا حاجه كده لا تذكر اهي، ومش هتقوم بس دول. هقلبها بقى تقليبه حلوه كده. شايفين يا حبايبي لون التومه؟ انا مش عايزه التومه غامقه. انا عندي هنا بقى حاطه نص كوبايه خل، وحاطه عليها نص كوبايه ميه، وهحطها بقى على الدقه بتاعتنا الحلوه دي. مش عايزه اكتر من كده. هقلبها تقلبتين يا دوبك تبدا تغلي، اروح طافيه عليها على طول، وباذن الله شويه دقه عسل. هغطيها بقى واسيبها دقيقتين عشان الخل بتاعنا ما يتبخرش، وارجع بقى لحضراتكم بعد ما نكون خلصنا. حبايب قلبي انا كده خلصت الكشري باذن الله. بصوا يا غاليين، دي المكرونه وما شاء الله سواها بصوا مفرفره ازاي. وكمان انا عندي هنا الدقه بتاعتنا اللي هي الخل بالثوم، وعندي كمان هنا العدس بجبه. بصوا يا غاليين انا مش مسويه قوي ازاي، تسويته كده حلوه قوي، مش عايزين نهريه يعني، بيبقى احلى واطعم وفي الشكل كمان احلى كتير. انا بس حطيت له معلقه زيت من الزيت اللي انا كنت بقلي بيه البصل بتاع التقليه بتاعتنا. وانا هنا عملت الشطيطه بتاعتنا اهي، هغطيها عشان ريحه الشطيطه صعبه خالص. وهنا ادي الصلصه بتاعتنا اهي يا غاليين. وعملنا كمان الرز بتاعنا. بصوا بقى كل الاكل سخن مع بعضيه ازاي. وانا هنا حمرت التقليه بتاعتنا الحلوه دي. ايه رايكم بقى في لونها كده وشكلها؟ وكمان انا عامله هنا زي ما قلت لكم، انا عملت الحمص، وباذن الله هبقى اصوره لحضراتكم بعد كده. هغرب بقى دلوقتي واوري لحضراتكم اللوك النهائي. حبايب قلبي الغاليين، ايه رايكم بقى في الكشري بتاعنا الحلو ده؟ وايه رايكم في شويه الحمص؟ وانا عندي هنا وادي الدقه بتاعتنا هي الشطيطه، وعملت كمان كوبايه حمص الشام زي ما قلت لحضراتكم احنا بنحبها مع الكشري. والدقه بتاعتنا بقى انا حطيتها هنا. ايه رايكم؟ وانا عندي وادي الصلصه بتاعتنا. ايه رايكم بقى في الكشري بتاعنا؟ بتمنى يا رب ان الوصفه البسيطه دي تعجب حضراتكم، واشوفكم باذن الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد.
وقبل ما انهي الفيديو واكد على حبايبي الغاليين، ما تنسونيش يا غاليين في اللايك ولا الاشتراك في القناه، ولازم نفعل زر الجرس عشان حبيبتكم ام محمود. اسيبكم يا غاليين في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.